لسنين طويلة الفكرة السائدة عن الساحرات كانت إن هم ستات مؤذيات عندهم استعداد يضحوا حتى بأطفالهم لخدمة الشيطان، وده واضح جدا في لوحة سبت الساحرات للفنان فرانشيسكو جويا. لكن مع الوقت الصورة دي بتبتدي تتغير لست قوية بتتحدى تقاليد المجتمع وبتتلاعب بقوى الطبيعة عشان تحمي نفسها والناس اللي بتحبهم، زي ما ممكن تشوفي في لوحة الدايرة السحرية للفنان جون ويليام واترهاوس، اللي فيها الساحرة بترسم دايرة حواليها بغرض الحماية، وبتفصل الكائنات اللي مرتبطة بالموت والشر زي الغراب والضفدعة والجمجمة بره الدايرة، وبتحتفظ بالرموز اللي بتمثل الحياة جوه الدايرة زي الورود والنار. في الخلفية في ناس مستنية إنها تخلص التعويذة، وتفسير مشاعرهم متساب للي بيشوف اللوحة. لو شايفة إن الساحرات طيبين يبقى الناس مستنيينها تدافع عنه، ولو أشرار يبقوا كمشانين من كتر الخوف منها. وانت ايه رأيك لما بتفكري في الساحرات، بتتخيليهم طيبين ولا أشرار؟